أن الصلاة على آله هي من سنخ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لا تنفك عنها. لهذا رأى الإمام الشافعي بأن الصلاة على أهل البيت واجبة في الصلاة المكتوبة. يا أهل بيت رسول الله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم ومن لم يصلي عليكم لا صلاة له، لا صلاة له. رأى هكذا، واستند إلى حديث عند البيهقي عند الإمام الدارقطني: لا صلاة لمن لم يصلي علي، على أن الصلاة على سيدنا رسول الله واجبة في الصلاة المكتوبة. ثم استند لحديث الصلاة الإبراهيمية على أن الصلاة عليه صلاة لا تتم إلا بالصلاة على أهل بيته، لأن الصلاة الإبراهيمية مكانها أين يا سيدي؟ في الصلاة المكتوبة. والتأكيد على أن الآن الصلاة عليه مهمة، انظر الصلاة الإبراهيمية، احسب كم من آل: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلمة الآل تكررت 4 مرات لأهمية كلمة الآل، سواء آل سيدنا محمد أو آل سيدنا إبراهيم. وآل سيدنا إبراهيم هم أصوله صلى الله عليه وسلم، والآل سيدنا محمد هم الفروع منه صلى الله عليه وسلم، وهو واسطة العقد الثمين صلى الله عليه وسلم. لهذا صلاة من دون الآل بطرة. كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد له والصلاة علي فهو أبتر ممحوق من كل بركة. كذلك الصلاة عليه من دون آله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الكوثر، ومن أبغضهم هو الأبتر. شوف الموافقة ما بين الأبتر في الكوثر وما بين الأبتر في من لم يصلي. هناك حديث: لا تصلوا علي صلاة البتراء، وإن كان هذا الحديث في الحقيقة يعني أهل الدراية بالأحاديث يضعفونه وكذا، ولكن الدليل واضح في الصلاة الإبراهيمية، لا نحتاج أن نستند إلى حديث ضعيف ولا. إذا قال لك واحد: لماذا تصلون على الآل ولا ترون وجوب الصلاة على الآل؟ يقول الدليل الصلاة الإبراهيمية. وهنا مسألة فقهية أعتذر لسيادنا الفقهاء لعلهم لا يفهمونها، يراجعون المسألة أصوليا. عندنا في التصوف أولا في أصول الفقه أن الخروج من مذهب إلى مذهب بنية التخفيف ولا بنية كما نقولوا احنا التيسير ولا، هذا يعتبر تمييع هذا يسمونه التلفيق، والتلفيق يدعو إلى ماذا؟ للزندقة، يخرجك للزندقة. أما الخروج من مذهب فقهي إلى مذهب آخر بنية التشدد، تشديد العزيمة يعني، وليس تتبع الرخص، تتبع العزائم، يدعى الورع، والورع يوصلك إلى مقام الإحسان. خروج من مذهب إلى مذهب تتبع الرخص تلفيق، الخروج من مذهب إلى مذهب تتبع العزائم ماذا؟ ورع. هذا عند السادة الصوفية الخروج من مذهب إلى مذهب لتتبع العزائم عندهم عادي لمن ينتمي إلى التصوف. لماذا؟ لأن التصوف مبني على العزائم وليس مبنيا على الرخص. أي فتوى تلقاها يعني المشايخ الربانيين اللي فيها كما نقول العزيمة هي اللي تمشي معهم ولو كان في غير مذهبهم. معلش. الآن الإمام الشافعي يرى في الصلاة وجوب الصلاة على سيدنا رسول الله في الصلاة المكتوبة، ووجوب الصلاة على أهل بيته معه صلى الله عليه وسلم. ونحن المالكية نرى بأنها سنة. سنة خفيفة، السنة من السنة المؤكدة كما هو معلوم يعني. الآن من أوجب على نفسه خرج وقال بقول الإمام الشافعي وأوجب على نفسه يكون ماذا؟ تتبع ماذا؟ تورعا أم لا؟ لهذا
أنت كصوفي وكمريد كمحب له صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون شافعيا في هذه الجزئية.